بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى، أو قبل هذا من الكلمات معنا اليوم الجبت والطاغوت، وجاءت هاتان الكلمتان في قول الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجبت فيه أقوال، وهي تدور في مجملها حول السحر والسحرة والكهانة. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجبت السحر، وقال أبو العالية هو بلسان الحبشة السحر، وجاء أنه يطلق على السحرة، وجاء أيضا الكهانة، فهو يدور حول هذا المعنى. وأما الطاغوت فيطلق على الشيطان وعلى الأوثان والأصنام التي عبدت من دون الله، يقال لها الطواغيت. والشاهد من ذكر هذين في هذا الموضع أن من عداوة ومن شدة فجور اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم مع علمهم، لأنهم كانوا أهل علم ولكنهم خالفوا هذا العلم، مع علمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام على هدى من الله ومرسل من الله، لكن مع ذلك اعترفوا لكفار مكة بالجبت والطاغوت وأقروهم وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله بعدها: أم يحسدون الناس؟ وهذا من الحسد، لأن الحسد يوقع الإنسان أحيانا في الفجور في الخصومة، فهؤلاء فجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا خلاف ما يعلموا. وجاءت بعدها نعم يعظكم به. نعم جاءت في قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. نعم هي مدغمة من كلمتين، أصلها نعم وما، أصلها نعم ما يعظكم به، هذا مدح. إن الله نعم الذي يعظكم الله به، فهي نعم ما، نعم ما أدغمت فقيل لها نعم. وجاءت بعدها أيضا أحسن تأويلا. أحسن تأويلا جاءت في الآية التي بعدها، ومعنى تأويل هنا مآلا وعاقبة. التأويل هنا معناها المآل والعاقبة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أي ردكم للمختلف فيه إلى الله ورسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أجمل عاقبة ومآلا. فمعنى تأويل هنا عاقبة، ولهذا يقال تأويل الرؤيا. إيش معنى تأويل الرؤيا؟ أي ما تؤول إليه، ومعنى هنا تأويلا أي ما يؤول إليه الأمر. وهكذا يقول الله: هل ينظرون إلا تأويله، أي مآله، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي وقوع هذا المآل. إذن معنى تأويله إيش؟ المآل والعاقبة. وجاءت بعدها أيضا فانفروا ثبات، وهذا تقدمت معنا في درس الأمس وليس موضعها هناك، موضعها هنا، لأنها جاءت بعد هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي انطلقوا إلى الجهاد جماعات متفرقة. وجاء بعدها ليبطئن، ومعنى ليبطئن يتثاقل. قال الله: وإن منكم لمن ليبطئن، أي يتثاقل عن الجهاد. وهكذا جاء قول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. وهذا ذكرناه مع أن الكلمات هنا والمفردات واضحة، لكن ذكرناها وإلا ما يذكرها أصحاب غريب القرآن، لكن ذكرنا هذا لأنها تمس الحاجة إلى ذكرها. الناس الآن مما يبث عليهم من الشبهات حول هاتين الآيتين، وركزوا معي حول ما قد يظهر أنه تضاد. هذا قد يظهر لمن لم
يعرف مآلهما أو تأويلهما يظهرن في تضاد بين الآيتين. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله. الحسنة هنا ليس المقصود بها العمل الصالح. بعض الناس يفهم أن الحسنة العمل الصالح في كل موضع. نعم، الحسنات العمل الصالح في مواضع، لكن هنا المقصود بالحسنة كل ما هو حسن. وإن تصبهم حسنة أي يصيبهم مطر، أولاد، أرزاق، أي مصالح ومنافع يستحسنوها فهي حسنة عندهم. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، أي هؤلاء أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا من عند الله ما هي منك. وإن تصبهم سيئة ليس المقصود بالسيئة هنا الذنب، المقصود بالسيئة أي شيء يسوءهم، موت قريب، موت حبيب، فقد ولد، مجاعة، بأس، ضر، مرض، فقر، كل هذا. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي يطيروا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولوا هذا بسببك يا محمد، هذا من يوم جئتنا أنت بهذا الدين. وهذا قد سلف في الأمم الماضية أنهم كانوا يطيرون بالأنبياء إذا أصابهم الشر. ولهذا قال قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، يعني هذا من عند الله. والذين في زمن موسى عليه السلام قال الله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني القحط والجدب، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة أي الأرزاق والنعمة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. وإن تصبهم سيئة قحط والجدب يطيروا بموسى ومن معه، قالوا هذا من بعد موسى ومن معه، هذا التطير. فهؤلاء يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصيبهم سيئة تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله له: قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إيش معنى كل من عند الله؟ الخير والشر، يعني جاء المطر فمن عند الله، جاء القحط فمن عند الله، رزق الإنسان ولد، مات الولد فمن عند الله، جاء الغنى أو جاء عكسه هو الفقر، قل كل من عند الله. عرفنا أن كل من عند الله. لكن الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: ما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نفس الأول، ما أصابك من إحسان وأمر مستحسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هل في فرق بين هذه والآية الأولى؟ الآية الأولى الكل، الحسنة والسيئة منين؟ من عند الله. هذه الآية فرقت التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا لابن آدم، هذا لابن آدم، أي ابن آدم ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فربما يقول قائل: كيف هذا؟ الآية الأولى تقول كل من عند الله، والآية الثانية تقول لا، الكل ليس من عند الله، الحسنة من عند الله أما السيئة لا فمن نفسك. كيف التوفيق بين الآيتين؟ الآية الأولى تتكلم عن القضاء والقدر، والآية الثانية تتكلم عن الأسباب. فالآية الأولى: ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة كل من عند الله، أي كلها بقضاء الله وقدره. موت الحبيب والقريب بقضاء الله، وجود الفقر بقضاء الله، وجود المرض بقضاء الله، وجود الغنى، وجود الرغد والعيش بقضاء الله. كل من عند الله أي كل أي بقضاء الله. الثانية: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فبسببك أنت السبب فيها. إذن أظنه تجلى الفرق. الأولى كل من عند الله قضاء وقدرا، والثانية ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي تسببا بسبب ما فعلت أنت. وجاءت بعد هذا كلمة كفل. الكفل ما هو؟ كفل منها، يؤتكم كفلين من رحمته. ما معنى الكفل؟ الكفل بإسكان الفاء وكسر الكاف الحظ، الكفل الحظ. ولهذا قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له
كفل منها. إذن الكفل الحظ. ومعنى الآية مجملا أن من يشفع لغيره ويسعى في صلاح غيره في نفع غيره يكون له نصيب من هذا الأجر، يكون له نصيب لا يفوته الخير. وإن أصاب الخير الظاهر صاحبه شفع له وكان النفع له لكنه شريك في هذا فله أجر عليه. ومن يشفع شفاعة سيئة يسعى ويعاون على الإثم بالنميمة بغيرها من أعمال الشر، يكون دافع في الشر، يكون له كفل منها، أي يكون له حظ من هذا الشر، ولا بد أن يأتيه عاجلا أو آجلا لأنه شارك فيه. قال الله سبحانه في آخر الآية يكون له كفل منها. إيش بعدها؟ من يكمل الآية؟ حظ. لكن إيش بعدها؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. هذا أيضا من قد تكون غريبة عند البعض. مقيتا معناه مقتدرا وشاهدا. وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا وشاهدا على ما يفعل الشافع في الحسنة وعلى ما يفعله الشافع في السيئة، فهو مقتدر على الاثنين وشاهد على الاثنين. والحمد لله رب العالمين.